في زوايا الذاكرة صوت لا يخفت، نغمة تنبع من عمق الأحياء وحكايا الناس. أغنية الشعبي ليست مجرد لحن، بل مرآة وجدان وصوت هوية تتوارثها الأجيال. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج هوية، حيث ككل مرة نستضيف شباب جزائري مبدع في مجالات شتى، يحافظ على تراثه الذي يمثل هويته. وفي هذا العدد سيكون حديثنا حول أغنية الشعبي، إرث ثقافي واستمرارية. وأسعد باستضافة الفنان الشعبي محمد لمين كوراك. أهلا بك أستاذ. أهلا بكم، مساء الخير، مساء أنوار. تحية ليك وتحية للمشاهدين الكرام، وإن شاء الله نكون خفاف عليكم. إن شاء الله، شكرا جزيلا. طبعا راح تكون الحلقة خفيفة بحضورك وبحضور أيضا الشاعر الشعبي محمد لمين سليماني. أهلا بك أستاذ. بك وهلا، مساء الأنوار. ونبلغوا كما نقولوا مشاهدينا الكرام أمسية طيبة إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا أستاذ على حضورك معنا اليوم في برنامج هوية. طبعا سنتحدث عن اهتمام الشباب اليوم بالشعر الشعبي وكذلك بأغنية الشعبي، كذلك فناننا إدريس ترعى. أهلا بك أستاذ. شكرا على الاستضافة هذه. العفو. ونوجه ثاني للجمهور نقول لهم السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه ان شاء الله. طبعا استاذ راح تكون الحلقه ممتعه، راح نستمع اليك والاستاذ محمد كوراك، وكذلك نستمع لشعر الاستاذ محمد لمين سليماني الشاعر الشعبي. طبعا حديثنا كما ذكرنا مشاهدينا الكرام اغنيه الشعبي، ارث ثقافي واستمراريه. البدايه معك استاذ كوراك. يعني لما نتحدث اولا، طبعا انت فنان في الشعبي وكذلك استاذ للفنون التشكيليه. يعني من البدايه انت فنان يعني في مجال الفنون التشكيليه ثم الفن الشعبي. لما نتحدث استاذ على اهتمامك اليوم انت كشاب، اهتمامك بمجال الفن الشعبي، يعني نقدر نقول موجه مؤخرا، موجه شباب واهتمامهم بالفن الشعبي. كيف تولدت هذا الاهتمام بالفن الشعبي، يعني طبعا من خلال تجربتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفنان كوراك محمد لمين، 35 سنة. إن شاء الله. بدايتي في الفن هي كانت في الفن التشكيلي على كل حال. أكاديميا تحصلت على شهادة الفنون التشكيلية نظام كلاسيكي، وشهادة الماستر في تاريخ ونقد الفنون التشكيلية. مارس الفن وكرسام دائما كاين علاقة روحية بين الفن التشكيلي والفن والموسيقى، حتى انك تحس روحك تعزف بالالوان وتحسب، دونك اوتوماتيكمون تلقاك تميل للموسيقى وتكون عندك شغف للموسيقى. بديت نتعلم لا جيتار عصاميا، استادير ما دخلت لها جمعيه لا والو، وبديت نتعلم بشويه بشويه. اول حاجه اثرت فيا في الاخر هي لو ستيل تاع كمال مسعودي، استادير هو اللي يبهرني بزاف بهذاك لو ستيل نتاعو، هو اللي خلاني بديت نتعلم في هذا لو ستيل. اما اذا تحدثنا على مجال الفن الشعبي بديته مؤخرا فقط، منذ حوالي سنتين كتخصص. نعم. وش هو الشيء يعني اللي دفعك انك تتوجه نحو الشعبي؟ كنت تمارس فيه يعني بآلة الجيتار تعزفه يعني ربما في اوقات الفراغ، لكن انك تتوجه وتتعلم تعزف على المندولين يعني والآلة الشعبي يعني يمثل شيء معين يعني، او رغبة دفعتك باش تتوجه؟ طبعا هي الفن الشعبي على كل حال. نعم. عفوا، كما قال الراحل كمال مسعودي. نعم، يعني على الفن الشعبي، بما انه اليوم يعني موجة شباب يعني او موجة يمكن نقول انه شباب توجهوا نحو الفن الشعبي واهتماما به حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا سنتحدث عن ذلك استاذ وعن تجربتك، لكن ايضا يعني من الاغنية الشعبي لابد ان يكون هناك نص او قبل ذلك، وهو الشعر الشعبي مع الاستاذ محمد لمين سليماني. اهتمامك كشاعر، يعني الشعر الشعبي عنده اوزان صعيبة، عنده يعني عنده خاصيته وميزته، دائما يتميز بالحكمة. نشوفوا غير الكبار يعني الشيوخ الكبار اللي يسمعوه وكذلك اللي يقولوه. أنت كشاب توجهت نحو قول الشعر الشعبي، وش اللي دفعك أو الاهتمام اللي خلاك؟ السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. معكم شاعر محمد لمين سليماني، شاعر معاصر. بون بالنسبة لي أنا الشعر هذا موهبة. نعم. وكما نقولوا هنايا شعراء، كاين في الشعر الملحون، كاين بزاف، كاين بحور في الشعبي هذا في الشعر الملحون. كاين شعر كما نقولوا في السهل الممتنع، كما نقولوا في الطقطوقات، كما نقولوا لي شونسونات، هذا يروح بزاف في السهل الممتنع. وكاين في الشعر الملحون في القصيد، كما نقولوا في الجد، في المدح النبوي. نعم.
والشعبي عنده ناس وعنده الذواقين ديالو كما نقولوا هنايا. وكاين شعراء كما نقولوا موهبه من عند الله هي عز وجل. موهبة لكن لابد لها من تدريب، يعني عند شكون تدربت مثلا؟ هي شوف، هي الموهبه هذه كيفاش كل واحد كيفاش جاه. ستان دون. وشنو هو؟ انسان كيما انا نحكي لك، اعوذ بالله من قولت انا العبد الضعيف معاك. انا كيفاش بديت كانت عندي موهبه كنت نكتب هكذا. بعد بيان سور انسان لازم يورينتيه كالشيخ متمكن في الشعر الملحون، باسكو فيه تصحيح، فيه خاصة في الجد. كي تكتب في الجد كلام تاع ربي سبحانه قدامنا، ماشي اكتب برك هكذا. كاين كلام لازم انسان يكون اموره كما نقولوا شعراء كبار، ومن بعد يحكم طريقه، ومن بعد ياخذ الطريق ديالو، غير يتعلم العفسه هذه كما نقولوا، ومن بعد كما نقولوا القافيه، الميزان، الاوزان هذوما. ابرز الشيوخ اللي تعلمت عليهم شكون؟ بالمناسبه نترحموا على انا اللي تما جبدني للشعبي بزاف هو محمد الباجي رحمه الله عليه، شاعر كبير. وكان ثاني تالي كنت شغل متاثر به بزاف، وكان محبوباتي ربي يرحمه ان شاء الله. ومن بعد مع الوقت كي دخلنا في هاد الدومين كنا صغار، كنا نكتبوا كيما قلت لك هكذايا، ما كناش شغل قصائد. كاين انا حاجه نحسوا بها، شعور، احساس. الشعر هذا ماشي يكتب برك هكذا. ومن بعد خدينا طريق. كاين شيوخ بالمناسبه نحييهم، عبد النور طاطا ان شاء الله يكون بخير، نبلغوا له سلامنا. كاين ثاني كاين الاخ طوبال ان شاء الله نبلغوا له سلامنا ثاني. يعني مجموعة من كاين محمد شرفي، كاين بزاف. كاين تعلمت يعني من عند العديد، ربما هذا اللي راح يولد عندك ثراء يعني حتى في النصوص التي تكتبها وفي القصائد الشعبية. يعني أيضا ربما صديقك إدريس ترعى اللي ربما غنيت له العديد، إدريس غنيت لي سليماني العديد من القصائد اللي كتبها في الشعبي. قبل ذلك يعني رانا شفنا الاختلاف بين التجربتين، بين الشعر الشعبي وكذلك الفن الشعبي. تجربة يعني الأستاذ كوراك بدأ متأخرا ربما قبل سنتين فيما يتعلق بالشعبي، كان يغني قبل ذلك الأنواع الأخرى لكن يعني الشعبي مؤخرا. أنت من وقتها بدأت الاهتمام بالفن الشعبي يعني بالتحديد ربما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعاود نعرف نفسي. ترى إدريس 33 سنة على كل حال. الشعبي بديته من الطفولة، بديت الأندلس، الموسيقى الأندلسية، لأنها كما نقول لك لا باس قاعدة. كان في عمري 10 سنوات. نعم. بالعقل كنت بديت على آلة المندولين، بديت نحفظ النوطات يعني موسيقى فقط. نعم. كنت مازال ما لحقت للغناء يعني. بعد هذا الشيء في 2004 دخلت للشعبي. نعم. ضربت مدة طويلة هكا يعني بدون تما مدرسة. بديت في المدرسة السندوسية عند الشيخ جمال قبلات، نحييه من هذا المنبر. إنسان عطاني بزاف أمور هو شافهم فيا ما كنتش على بالي بلي كاينين. اكتشف بلي عندي الأذن الموسيقية، لوري ميوزيكال، هذيك تسهل لك الموسيقى. تولي عندك كما نقولوا تسمع مقطع يسهلها لك تعاودو، شغل سرعة الحفظ. نعم. صحيت. بعد لما دخلنا لهذا الميدان تاع الشعبي لقيناها واسع بزاف. بالعقل يعني تعلمنا كما نقولوا كيفاش القصيد كيفاه ينقال، والشعور تاعو شغل فيه امور بزاف لازم تحترمهم، شغل باش تكون على طريقه مليحه. يعني لمده 14 سنه هكاك، هذيك المده كامل حتى 2018 ولا عاودت ريبرونيت في الجمعيه في العنقاويه. نعم. اللي راهي عندكم متواجده الان في ساحه الشهداء عند الشيخ مصطفى مشكور، نحييه ثاني من هذا المنبر، والشيخ كريم توزوت ايضا نحييه من هذا المنبر. من بعد بدات العلاقه بين مع محمد سليماني، لان كان علاقه كبيره ما بين الشاعر والمؤدي، يعني يولوا واحد.
هو يمد إحساس، يعطيهم لك عبارة عن تعبيرات في الكلمات، وإحنا نكملوه إحساس في الموسيقية، يعني باش المستمع توصل له بطريقة آه، كما ينبغي، نعم، يعني كما توصل ينبغي، المشاعر كما ويسهل راهي. الفهم، نعم. سورتو الفهم، يسهل لها الفهم، نوصلوها له بطريقة يعني أحيانا هل كان فيه ربما يعني لما يكتب قصيدة هل كنت تغيروا ربما بعض المقاطع ولا تحذفوا أخرى ولا كان يصرى شوية هكا يعني يصير مناقشات. اختلافات دائما بين الفنانين وكذلك كتاب القصائد؟ يعني كانت شغل تاع صداقة، يعني نعم شغل طبعا. القط والفهم من ذاك. هي مجرد كما نقول لك أنا نطرح عليها أفكار، وهو كيف يطرح علينا أفكار، يعني شغل هي تسمى دراسة هذه الأمور هذو. بالعقل نتفقوا على فكرة مليحة، وأنا أحبها إن شاء الله. إن شاء الله. يعني شفنا هذا البدايات الجميلة واهتمام، سنعود ربما حتى نكتشف أكثر هذه المدة الطويلة التي مارست فيها الغناء أو أداء الفن الشعبي. كذلك أستاذ محمد كوراك نروح لجانب آخر وهو اهتمامك بالفنون التشكيلية، وأنت أيضا اليوم أستاذ للفنون التشكيلية. هذا الاهتمام بالفن التشكيلي حبيت نعرف من يعني هل كان في العائلة شخص كان يمارس هذا الفن؟ من وين تلقيته؟ وأنك أكيد. راح تدرسته أصلا يعني كتخصص في الجامعة. بطبيعة الحال هناك شيء موروث، أنه بحكم أن الوالد الكريم هو كان في هذا المجال، وكان أيضا في المجالين، في المجال التشكيلي والمجال الموسيقي. وهي كما قلت لك أنه الفن هو حاجة واحدة، هو الإسبري هذاك أو مجموعة العواطف والمجموعة الأفكار اللي موجودة داخل الإنسان هي الفن. كيفاش راح تخرج هذاك يبقى فقط تطبيق، يمكن يخرج في آلة موسيقية، يخرج في لوحة تشكيلية، يخرج في مقطع مسرحي، يخرج في أي شيء. دونك الفن التشكيلي ورثناه على الوالد، وللأسف يعني الوالد ما لظروف صحية يعني ما قدرش يكمل، لكن الدعم نتاعو والتشجيع تاعو الحاجة اللي ما قدرش يكملها هو دعم ولاده باش يكملوها. وحتى في العائلة تاعي لست الوحيد الذي يرسم، يعني مختلف الإخوة تاعي كامل موهوبين في هذا المجال. بالنسبة لاختياري للمجال تاع الفن الشعبي، على كل حال الفن الشعبي هذا هو بغض النظر أنه هو تراث، نعم. هو هوية المجتمع نتاعنا، هو أخلاقه، هو تربيته، وبالتالي حفاظنا على هذا الفن والقصيدة الملحون والشعر هذا هو حفاظنا على أخلاق مجتمعنا بالدرجة الأولى. ما دامنا نمشوا في هذا الشعبي للأجيال القادمة هو نوع من الإنقاذ، من إنقاذ ما يمكن إنقاذه. يعني رانا نشوفوا الفن عموما كيفاش راه داير. نعم، يعني لما نتحدث على إنقاذ الفن الشعبي ربما الاهتمام به اليوم متزايد من قبل الشباب، حتى يعني المؤسسات المهتمة بالفن الشعبي أو المؤسسات الثقافية والمراكز الثقافية خصصت باش تشجع هذا الفن أو هذا النوع وتزيد تحييه. يعني أسست أو نقولوا يعني أقامت عدة مهرجانات ومسابقات وجوائز للفن الشعبي، طبعا للشباب والهواة. كيف تشوف يعني هذه المسابقات ويعني وربما أنها تجذب العديد من الشباب؟ كيفاش كانت الأجواء ربما في المسابقات والمهرجانات اللي شاركت فيها؟ أكيد هي شوف، لو كنا ندخلوا في عمق المجتمع نعم. راح نلقاو مواهب بالآلاف. نعم. وبالتالي الجمعيات واللجنات أو اللجان هذا الناشطة في هذا المجال هي المنفذ تقريبا لهذا الشباب، هذا هي اللي لازم تقوي من هذه المبادرات وهذه المسابقات وهذه المهرجانات الولائية والوطنية وكلش، لأن هي فرصة الشباب هذا لكي يبرز مواهبه ويبرز يعني كل الإمكانيات نتاعو. كاين بعض الشباب اللي عندهم إمكانيات خاصة باش ينجحوا وحدهم، لكن الأغلبية تحتاج هذه المهرجانات وهذه المؤسسات والجمعيات بحد ذاتها. وبالتالي المهرجانات هذه كان عندها حتى بالنسبة لي أنا كان عندها تأثير كبير. نعم. واللي بسبتها احتكيت بمجموعة من الفنانين مترشحين أو لجان تحكيم أو يعني فنانين معروفين، وتحتك معهم كذلك في المجال التقني. تولي تعرف كاين بحكم انه انا فنان عصامي في المجال الشعبي، دونك اوتوماتيكمون الطبوع الموسيقيه مثلا تعلمتها فقط من هذه المهرجانات بالاحتكاك. حتى في غرف اللي يكونوا باتوا فيها مع المترشحين تلقى مترشحين ما يبخلوكش. هذه هي الميزه تاع الفن الشعبي، يمد لك تقول له طبع رمل الماء واش فيه، طبع سيكا واش فيه، هذو ما كنتش نعرفهم انا بهذا الشيء تعلمتهم فقط.
يعني من خلال هذا الاحتكاك مع هذا الاحتكاك هو اللي يصنع هذا الشيء، هو اللي يمد الفرصه للشباب هذا، وان شاء الله ما ينقطعش هذا ان شاء الله. طبعا ما راحش ينقطع ان شاء الله، بما انه فيه شباب ايضا مهتم بالشعر الشعبي اللي هو ربما الاصل الاول نتاع الفن الشعبي. لما نتحدث على الشعر الشعبي لابد ان نستمع لشيء من ابداعاتك استاذ. بسم الله ما شاء الله. وهذه يا قصيدة الدنيا وحوالها. ادري يا من ليس تدري وصايتي لك يا إنسان، يقولوا الدنيا تقري كل شي ثابت بالبيان. يا سايلني على شبابك شحال من واحد تيهاتو، في دينك غنم زمانك لا تامل البحر في سكاتو. كل شي مسجل في كتابك لا تكون كي اللي زهاتو. كون حارس على صلاتك واللي تركها تركاتو. ادري يا من ليس تدري وصايتي لك يا إنسان، يقولوا الدنيا تقري كل شي ثابت بالبيان. البارح كنت فيها زاهي القلب سالي فرحان، راكب في هوايا لاهي ساير في بحري ولهان. الزينة والمنظر باهي كيف الوردة في البستان. ادري يا من ليس تدري وصايتي لك يا إنسان، يقولوا الدنيا تقري كل شي ثابت بالبيان. علاش عليا تكذبي صرت متعجب ودهشان، سقيتيني الحلو في شرابي سلبتيني وانا عطشان. حد ما يعني بعدابي من غير مولاي الرحمن. الايام تمر وتجري الدنيا تفوت كي المنام. نتفكر ايام صغري ما عديت فيهم تمام، ما بقى غير خيال فكري كأنني في الاوهام. راح داك الزمان يجري حساب الساحة بالارقام. ادري يا من ليس تدري وصايتي لك يا انسان. الله جميل أستاذ. هذه القصيدة التي تتحدث فيها ربما عن يعني قيم جميلة وعن الحياة، يعني ربما هي النصح للإنسان يعني أن يهتم بالعديد من الأشياء الجميلة في حياته ويركز عليها. طبعا بما أننا استمعنا للقصيدة نذهب الآن ربما لنستمع لصوت آخر جزائري، سيد علي عالية، الذي أدى هذه الأغنية الجميلة يما تنقص من حياته. يا مدكم ما حبيتهمش وجوكم ما نتفكرهمش، سيرتكم ما تعجبش عشرتكم ما تتامنش. حسدي فيكم يا كل حديدة حتى ذهبي ولا سديدة، عندكم قيمة للعشرة فيكم غير الزخ والهدرة. يا ما تنقصوا محياتي كي ضيعتهم عاشي غاشي، ما نفعوني في اوقاتي ما زادوا لي فهمة في الراس. ما تعرفوا غير صلاحكم، ما تشوفوش اللي قدامكم، وخليتوا حلاوة في حياتي صمتوا لي قاع اوقاتي. يعجبكم كي نكون مليح تحبوني جايح يديني الريح، نضبر كما تتخيل حط رجليك في الماء وانزل. يا ما تنقصوا محياتي كي ضيعتهم عاشي غاشي، ما نفعوني في اوقاتي ما زادوا لي فهمة في الراس. انا يا عمري ما نطيح كل جبل ما يهزنيش الريح، يحبني ربي يخليه مولني يا ربي نجيه. منشد غير في ربي ولدي ديما في قلبي، اختم صلاتي على النبي هو مفتاح. كانت هذه الأغنية لسيد علي عالية يمات نقص من حياتي. كما شاهدنا يعني هذه الموسيقى الجميلة وهذه الأغنية الجميلة
لابد يعني انه طبعا الشباب الجزائري مهتم بها. طبعا الشباب الجزائري قلنا راه مهتم بالفن الشعبي. قبل ما نبداو نستمع لكم في الفن الشعبي، حبيت نكمل سؤالي على فيما يتعلق بالمسابقات. شاركت هذه المره ربما مؤخرا في مسابقه، يعني اشتراك لاول مره ربما تلتقوا في مسابقه. دائما حبيت نعرف الاجواء نتاع المسابقات كيفاش تكون، يعني كما كوراك قال لك يعني كان في الغرفه يتلاقى معاهم يسقسيهم. انت كيفاش كانت استاذ ادريس ترى، يعني كيفاش كانت التجربه نتاعك في المسابقات؟ في المسابقة نعم. على كل حال، طلع أول حاجة وش يصرى، تلاقى مع المشاركين اللي يكونوا هما ساعة تطيح في مجموعة تكون تعرفهم من قبل. نعم. ساعة تطيح مع ناس ما تعرفهمش، تتعرفوا تم وين تتعرفوا. ما إلا ما تعرفتوش كاين في الوسائل وقت المواقع التواصل. نعم. الاجتماعية عندهم تما إلا ما تعرفتوش عن قريب راكم تعرفوا عن بعد. نعم. تما هذه وحدة مهرجان. أول حاجة راهو لمنا. ثانيا باينة حتكون كيما نقولك تجمع معلومات، شحال الوقت شحال فيه، خاص يعطونا شروط يقول لك باش تجوز ما تفوتش 10 دقائق. ثم هذا يستفسر من عند هذا وكيفاه درتو وجديد، يسقسي اللي عنده خبرة ثاني. نعم. في المسابقات قبل. صحيح. نعم. يعطيك معلومة يقول لك لا ما تفوتش 10، ما لاخاطش هذه راح تكون ماش تكون في صالحك. وكما قال ثاني الشيخ، امور كي تشوف انا ما عنديش هذاك ما عند اللي خاصني نلقاها عند الفنان. نعم. هذيك هي فرصه نقدر نديها، يعطيها لي. تتعلموا من بعض. صحيح. تسمع من باب التعليم ما عندوش وقت. نعم. بصح انا حبيت نعرف ثاني كيفاش تشوف يعني المسابقات وتلتحقوا بهم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولا من خلال الاصدقاء ربما؟ هي نحكي على الظرف ديالي انا عن طريق الاصدقاء ثاني. كاين الناس يوميا عندهم يتبع هذه الامور، هذا ينشر لهذا. وكما نقول لك الحاضر يعلم الغائب. هاي هكا دير هكا. وانت استاذ كرة كيفاش كانت التجربه نتاعك في المشاركه ربما؟ طبيعة الحال يعني كما قلت لك الفن الشعبي هذا فيه واحد الروح تضامنيه مع لي زارتيست. نعم. تلقى كي يكون كاش فيستيفال ولا كونكور ولا نيمبورت حاجه يبعث لك ويبعث كامل للناس. يعني صح ممكن تكون منافس ليه، لكن يقول لك معليش المهم نتلاقى. وهذه ما كانتش ما كانتش كاينه هذه، وممكن تلقاها في الشعبي بزاف. هي اللي خلاتنا نميلوا لهذا الشعبي لانه فيه واحد هذيك الروح الاسبري هذاك. كذلك مع مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعيات والمؤسسات واللجان هذه دائما تنشر هذا الاعلانات وهذا الاخرين، وإنسان يبادر يسجل ويشوف قبلوك ما قبلوكش. ممكن انت والحظ نتاعك، ودائما الانسان يخدم والعمل تاعو هو اللي يخلي الناس تقبلوا في هذا اللعب. نفس الشيء يحصل في المهرجانات الخاصه بالفنون التشكيليه. كذلك تعرض الاعمال تاعك، تبعث الاعمال تاعك على العلب تاع الايميل، يشوفوا ويقيموا وعلى اساسها يشوفوا يستدعوك ولا ما يستدعوكش ولا. دونك العمل تاعك هو اللي يوصلك لهذا الشيء. نعم. يعني من خلال يعني هذه التجربة الجميلة التي تحدث عنها ربما بين الزملاء في مجال ربما أو الفنانين في مجال الشعبي، أيضا حتى الشاعر عنده يعني رؤية أخرى وعلاقة أخرى مع الفنان. يعني أنت القصيدة لما تكتبها، هل الشاعر هو اللي يجي يشوفها يعني يختار هذه القصيدة، أم أنه أنت يعني كشاعر تختار الصوت المناسب لها؟ وبطبيعة الحال هي على كل هل الفنان المؤدي هو اللي يجي القصيدة اللي تكتبها أما؟ هي شوف في الشعر هذا الشاعر على حسب كي جاه هو والحال ديالو. كي جاه عباك ما تقدرش شغل تخصص زعما نهار هكذا، منين داك عباك تكتب، منين داك تجيك راكبه، ومنين داك عندها وقت، منين داك تكتب وتحبس وهي رايحه. ولكن كي يكون عندك كما نقولوا اصدقاء كما خاوتنا الله يبارك هكذا في المشيخه تاع الشعبي، شغل تقدر تقارب معاه هكذا تبروبوزي له. صح انسان دوك كي يكون يكتب هكذا ما يقدرش شغل يكتب وراه ينشر في كلامه كما نقولوا في حقوق ديوان التاليف ولا لا ينشر كما نقولوا في مواصل في التواصل الاجتماعي. ومن بعد كما نقولوا كي يكون ومنين داك تحس تاع تحس هذيك اللي كتبتها شغل توالم الشيخ هذاك
كي تكون عندك علاقه معه بيان سور، يكون صديق كما نقولوا، بلا فن يكون صديق، تقدر تتواصل معه. ولكن هي في الحقيقه الشيخ تاع الشعبي اللي يغني كما نقولوا نعم. المؤدي ويروح عند الشاعر ويحوس على الكلام ويشوف حاجه اللي تواتيه كما نقولوا اللي تليق به. وهذه هي منين داك تكتب ومن داك تحس كما نقولوا في المؤدي هذا، تحس بلي تاعو هذيك القصيده تعطيها له كيما مباشره هو غير تكملها تمدها له. نعم. شوف على غير حسب نعم على حسب ستيل كيف. على حسب الشعور والاحساس. كاين شعراء كي يكتب الحاجه هو بكم عندهم طريقه رؤيه ولا نظر. نعم. ماشي كيف ماشي كيما نشوفوها احنا. هو يكتب قصيد يقول لك يليق بالشعر بيان سور على قياسه ما كما يليقش به. نقولوا. كاين القصيد يليق بالاخر لان طبيعه المغني. كاين اللي ملامحه حزنان. نعم. انا سؤال يعني قبل ما تكمل، هل مره شفت قصيده وطلبتها منه وقال لك ما تجيش لصوتك؟ كاينين يقول لي من الاحسن ما تخليش هادي دير هادي. بيان سور يقولوا علاه ماشي هادي. يقول انا يقول لك هادي ضربناه ومن بعد نفهم علاه. ما تقول يا نحسها باللي شغل نخدمها الاز وتعجبني. هي تفيق بينك بين روحك. نعم. تفيق اسكو كاين علامات. عباك خاطر الشعبي هذا فيه طبوع، عباك على حسب الطابع تاع الفنان تاني. ومنين داك تحسها انت كي تعطيها له تجي كيما نقولوا سوا على كيما نقولوا على قياسه. والمام كي يأديها بشعور يحس بها هو. وهذه لا فورس تاع شعارة. هنا وين تكون كيما نقولوا حنايا هذه الميزه خاصه. هذه كما قال لك هو كاين ميزه، كاين شيوخ مع كيما احنا كاين عفايس شيوخ تاع شابي مغنيين، ما احنا شعراء ما نعرفوهمش، ما نقدروش نعرفوا مي في الشعر كيف كاين عفايس اباك سورتو خاصه في الشعر حاجه كي تحس بها الالهام هذا كي يجيك وكذا، ومنين داك تكتبها هكذا وتجيك في راسك الشيخ اللي تواتاه. يعني يقرأ الصوت أو يعرف الصوت ويختاره حال ما ربما يكمل القصيدة أو وهو يكتب القصيدة. بما أن نتحدث عليك صديقك سليماني، حبينا نستمع لصوتك في أغنية من اختيارك، في مقطع من أغنية لاختيارك. مقطع درية من ليست دريمة. تفضل. اللي يلقى خونا إذا حافظها حافظ شوية منها. حافظ منها أو أغنية أخرى. نعم. دري من لا تدري وصيتي لك يا إنسان، يقول الدنيا تقري كل شي ثابت بالبيان. يا سيلني على شبابك شحال من واحد تيهاتو، في دينك غنم زمانك لا تعمل البحر في سكاتو. كل شي مسجل في كتابك لا تكون كي اللي زهاتو، كون حارس على صلاتك واللي تركها تركاتو. تدري يا من لا تدري وصيتي لك يا إنسان، يقولوا الدنيا تقري كل شي ثابت بالبيان. دري يا من لا تدري وصيتي لك يا إنسان، يقولوا الدنيا تقري كل شي ثابت بالبيان. البارح كنت فيها زاهي القلب سالي فرحان، راكب في هوايا لاهي سير في بحري والهان. زينة والمنظر باهي كيف الوردة في البستان، غرت بيا يا إلهي والطف بيا يا رحمن. دري يا من لا تدري وصيتي لك يا إنسان، يقولوا الدنيا تقري كل شي ثابت بالبيان. دري يا من لا تدري وصيتي لك يا إنسان، يقولوا الدنيا تقري كل شي ثابت بالبيان.
على كل حال استمتعنا بهذا المقطع وهذا الاداء الجميل من القصيده التي كتبها محمد سليماني. يعني انت لما تشوف فنان يغني بهذه الروعه وبهذا الاحساس قصائد من قصائدك بوش تحس؟ كما نقولوا زياده فينا وزياده في الشعبي، كما نقولوا احنا امام شعبي هذايا، احنا ماذا بينا ان شاء الله نخدموا ونقدموا له غير الحاجه كما نقولوا المليحه للمستمعين ثاني اللي يتشوقوا لها ويكون كما نقولوا اللي تعجبهم. بيان سير ما احنا ماذا بينا المستمعين هما الصح في الشعبي، احنا ماذا بينا هما كيرضوا بالشيء هذايا خاصه في الفن الشعبي. هذا ما كان يعني. وربما انت ودريس عندكم يعني الفرقه فرقه المحروسه. بالمناسبه نحيوا فرقتنا فرقه المحروسه اللي احنا كنا ماذا بينا يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله. فرقه الجوق اللي منهم نقدر نسميهم لك امام محمد والح، انيس توزان، اسلام عمار مدعو العنقاوي، نعم، معروف غني انت تعرف تاع في الحيوانات وكذا، وكان ابراهيم لونيس على آلة البيانو، وكان ثاني بالرحمون رضوان والعياشي هذوما في الآلة متمكنين الله يبارك، خاصة العياشي نحييهم بالغول وسلام. وعندنا الموازني تاعنا ويتبع فينا بالغول وسلام محمد والح المدعو الياباني وانيس توزان وكامل الجماعه المجموعه تاعنا ان شاء الله. ترحموا بالمناسبه كان عندنا فقدنا صديق الموسم الماضي اللي هو عبد الرحمن شرع الله رحمه الله عليه الواسعه، كان معنا في الفرقه هذه. مناسبه ترحموا عليه ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بالمناسبه ثاني على المهرجان الشعبي هذا تاع دحمان الحراشي نزيدوا نترحموا على فنان الراحل اللي هو سلطان الكلام دحمان الحراشي، ماشي غير فنان كبير ما متمكن كما نقولوا في الشعر الشعر وثاني في الوطار تبارك الله يعني. وراك شفت كما نقولوا هنا وين راح كلام وراح العالم كاع الان مازال. وربما يعني هذا هو دور الشباب اليوم، ان يهتموا بهؤلاء يعني ان يرجعوا لسير هؤلاء الكبار في مجال الفن الشعبي حتى يقتدوا بهم ويسيروا على خطاهم ان شاء الله. استاذ محمد كوراك، يعني محمد لمين كوراك، لما استمعنا لإدريس ترعى لابد ان نستمع اليك حتى تكتمل الصوره وتكتمل اللوحه التي ترسمها انت دائما. بطبيعه الحال لو نرجع للموضوع نتاع العلاقه بين المؤدي والشاعر، نظن باللي ما يستغناوش على بعض في اثنين. المؤدي ما يقدرش يستغنى على الشاعر لانه هو اللي يمدلو الخامه اللي قدمها، والشاعر كذلك هو اللي يكون عنده الفنان هذا اللي يعبر له على القصيده نتاعو، وممكن يشتركوا في نفس الاحساس، يشتركوا في نفس الافكار. لما تسمع الشيخنا كمال مسعود الله يرحمه يغني في حصراك عليك يا الدنيا لياسين وعابد، ونقولوا على طريقه ياسين وعابد، يقول هم الدنيا دواه الصبر وهم الكتبه يتلزم بالتزام، مكتوب للعبد الخير ولا شر، واللي ما كتبتش طيح من الفهم. سبحان المولى هكذا قدر، سبحان المولى هكذا قدر. كل واحد كاش يعدي لي، كل واحد كيفاش يعدي الايام. حكايم الدنيا حكايمها احكام. تحيه لياسين وعابد. نعم، هذا الكلام هذا الاستخبار اللي داروه هذا ماشي تاع كمال ماشي تاع ياسين وعابد، تاع محمد الباجي رحمه الله يرحمه. انا قلته على طريقه ياسين وعابد، وخدموا من بعد خدموا في الاستخبار بيان سور. دونك كي تسمع ياسين وعابد كيفاش يلقي بهذاك الاحساس، تحس بلي كاين علاقه بينه وبين كمال مسعود، يحس بلي نفس الشخص راه يتكلم. وبالتالي نقولوا عليك يا الدنيا فيك حكاية وحكايات، سمني وقعد حذايا واحكيهم لي بثبات. علاش هكذا حقده وسمية ضليت بدلي في الصيفات، عذبي فيا غير بشوية عيط من عذابك بركات. تلعبي بيا ولا معايا جاوبيني علاش هذا سكات، قالوا لي عليك مسرحية انا المسرح سكن لي في الذات. التذكيرة خلصتها غالية بديت معايا شي وردات، دخلت القاعة صفقوا عليا طلع السيطار والضو تفات. لقيت روحي في تمثيلية والديكور رفوف ودمومات، طمعتيني دورتي عليا عندي جدي بالصحمة.
سلطان كان في دنيا جيوش الأمر وطيعات، مالو عز قصور وسراي العز عليه بالألوفات. في الغفلة قلب التلحية كلتو ما صاب وين يبات، وكلتي فلان عسل وفاكية فلان شما اختيل ولفتات، فلان قلعتي له الذرية وحياته من الفرحة خوات، فلان تلق مرتو المسكينة زعف كي جابت له البنات. يا حسرة عليك يا الدنيا فيك حكاية وحكايات، ساميني وقعد حدايا واحكيهم لي بثبات، على شقدة حقدة وسمية ظلي تبدلي في الصفات، تعقلي فيا غير بشوية عيت من عذابك بركات. المال فاني والعظم راشية فاتت جنس والتمحات، اللي كان تاقي ودارني طاع ربي وشد في الصلاة. درجتو في الجنة عالية صفت الجنة درجات، والشقي يمضي النهاية ذاته في النار التكسات. جلدة رايحة جلدة جاية ظلي يبدل في الجلدات، نصيحتي نتركها التالية باش نختم بها الابيات. يا حسرة عليك يا الدنيا فيك حكاية وحكايات، سميني وقعد حدايا واحكيهم لي بثبات، على شقدة حقدة وسمية ظلي تبدلي في الصفات، تعدي فيا غير بشوية عيت من عذابك بركات. دعوة الوالدين رسمية منهم الشر والخيرات، لهنا كنز والصحة غالية والباقي كله كذوبات. ياسين ارسلها تحية ومضى فيها بشي دمعات، بعدها كامل سعودي برية قراها بوطار وآلات. الصلاة على نور عينية سيد الخلق يا سادات، شكون نجا منك يا دنيا غير اللي طلبك بالثبات. يا حسرة عليك يا الدنيا فيك حكاية وحكايات، ساميني وقعد حدايا واحكيهم لي بثبات، على شقدة حقدة وسمية ضلي تبدلي في الصفات، تعذبي فيا غير بشوية عيت من عذابك بركات. الله جميل استاذ، والله جميل جدا. يعني لما تستمع لاداء شباب واهتمامهم هكذا بالفن الشعبي، يمكن اني نقول شيء واحد للمشاهدين الكرام، الفن الشعبي هو الفن الذي لا يا شيخ. في زمن تتسارع فيه الايقاعات ويتغير فيه الذوق الفني مع كل ومضة، يعود الشباب بخطى واثقة نحو التراث ليحيوا فنا ولد من رحم الأحياء العتيقة، وهو ما تجلى في مشاركاتهم الواسعة في مهرجانات ومسابقات مخصصة للهواة في فن الشعبي، ذاك الذي كان وما زال مرآة لوجدان الجزائريين. نشكر هذا المنظمين على اللي قائمين على هذه المسابقة، اللي بالفعل اكتشفوا فيها فعلا أصوات شبابية توحي بأن الفن الشعبي إن شاء الله راه في الحفاظ وراه في الصون، ما راحش يموت إن شاء الله بإذن الله. جمعت العديد من المشاركين وتلاقينا احتكينا مع العديد من المشاركين والشباب، يعني كانت إفادة لنا وحاجة مليحة اللي راهم يهتموا بهذا الفن تاعنا. دينا ليكسبيريونس تاع راسين من عند الشيف دوركاس، من عند لي مومب دوركاس كاع، وتعرفنا على لجنة التحكيم، على كما يقولوا الفنانين كاع في هذا المجال. وهذه فرصة لكل شاب مهمش، لكل شاب ما عندوش مازال ما لحقاتوش الفرصة باش يشارك أو يبان في الساحة، ثم هذا المهرجان وهذا راه يمد الفرصة يبانوا شباب اللي راهم عندهم هذه الهواية هذه يخرجوها ويطوروها، وفيها بزاف أبواب. اختار الكثير من الشباب العودة إلى الجذور، يستمعون ويتعلمون المقامات ويبحثون عن المعاني العميقة التي يحملها فن الشعبي، إذ لم يعد تراثا يذكر فقط، بل يعكس صدق العاطفة ويمنح الجيل الجديد لغة تعبر عنهم بعمق ودفء. والحمد لله رانا نشوفوا أنه كان شباب يهتموا بالتراث الشعبي هدايا، والناس راهي تمارس وتدرس شي هدايا، وشي يفرح. رانا شفنا مقبله يعني كان مصغر لاباس بهم
يمارسوا كما يلزم الحال. الشعبي هذايا ماذا بينا حنايا يزديحيا وكيما كان زمان ان شاء الله. وقت فات كانت الحان وشباب كانوا يتخرجوا بزاف شبان كيما نقولوا موهوبين، واليوم انا نشوفوا ان شاء الله تعاود تحيا هاد المهرجانات هادو ان شاء الله يجيبوا نتيجه ان شاء الله. كي تلقى الشباب مهتمين بهذا الميدان عرب بلي المجتمع تاعنا راه مازال بخير، سيتو من الشبيبه هذه مازال كاين اقبال كبير على الفن الشعبي هذا، ومع الجمعيات مع الاندلسي مع الغرناطي مع الفئات هذه راه واحد الاجيال صاعده راهي جايه ان شاء الله. هذا حافز وحاجه زينه، حاجه مليحه بزاف. كاين بزاف الشباب يميلوا للفن الشعبي هذا وساعيين باش يحيوا التراث الجزائري. لازم كما يقولوا هما يحكموا الشعله هذيك، هما يزيدوا يبينوه للعالم. الشباب يعني ندعوهم باش يتوجهوا للجمعيات والمعاهد طبعا، باش كما يقولوا يديروا اثراء في المعلومات تاعهم الموسيقيه، واش نقدر نوجه لهم رساله، على خاطر حنايا في الفن الاندلسي والشعبي نتعلموا بالالقاء. نقدر نوجه لهم رساله انه يعني يزيدوا يثريوا المعلومات تاعهم اللي عندهم اللي يتلقاوها بالالقاء، يقدروا يثريوها ويتعلموا سولفاج وكل ما هو يعني يقدر يفيدهم في مسارهم الفني. بين القصائد والحكايات وبين المقامات ونبض القلوب يعود الشعبي ليزهر من جديد بأصوات شبابية. شباب اختار ألا ينسى بل أن يغني. كانت هذه آراء الشباب واهتمامهم بمجال الفن الشعبي. طبعا مشاهدينا الكرام، لا زال برنامج هوية متواصل والحديث عن أغنية الشعبي إرث ثقافي واستمرارية. أستاذ محمد سليماني، يعني محمد لمين سليماني، لما استمعت إلى كوراك قبل هذا الموضوع الذي كان قبل قليل، يعني لما استمعت له هل يعني في راسك شفت قصيدة تصلح لصوته والإحساسه يعني من قصائدك؟ طبعا يمكن على كل حال نحييه ونشكره وتبارك الله عليه. ما أنا كنت حاضر في كي جازوا في المسابقة، نعم في نصف النهائي، يعني ما المستمعين اللي كانوا تما بدون تزكية شي كيما راهو قدامنا نقولوها. الله راه الناس قاع عجبهم ما شاء الله، يعني لا باس عنده موهبه، ونتمنوا له كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يواصل يزيد يواصل، وكما نقولوا عنده كما نقولوا يجي منه ان شاء الله. طبعا راح توفيق ان شاء الله، ان شاء الله يا رب. هذه هي، وان شاء الله كما الكلام بيان سير كاين انا يساعدني كما نقولوا الصوت نتاعو عندك فيه شرف لي انا جاكي كان كما نقولوا في عندي يجبد لي شويه. نعم، عنده يعني خامه جميله بيان سير. لا تبارك الله عليه، ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله مستقبلا نشوفوا تعاون بينكما في يعني هو اكيد طبعا. هذا واش دور هذا المنصات الاعلاميه والمهرجانات والمسابقات، هذا هو الهدف الاسمى كاع. احنا الحاجه الوحيده اننا نستمتع لما نسمع لكم. اكيد طبعا، يعني هذا الاحتكاك وهو اللي يصنعك كفنان. لما درتش هذا الامور هذه ما راحش تافونسي، لازم تحتك. انا اول شاعر تعرفت عليه شيخنا صديقي خليل قزباجي، تلاقيت معه في مهرجان سطيف. تقريبا هو ثاني مره نشارك مع جوق انايا تقريبا في هذا المجال الشعبي. تلاقيت معه يعني تحس نفس الشخصيه، نفس الشعور، نفس الاخلاق، نفس التربيه. تحس انه الفن الشعبي هذا يصنع عنده ما يصنع. وان شاء الله يعني بما انه الاغنيه الشعبيه هي دائما تدخل لبيوت الجزائريين، من خلال هذه الامسيه ومن خلال برنامج هويه راح ندخلوا البيوت الجزائريه، لكن من خلالكم، من خلال الفن الشعبي، من خلالكما باختيار أغنية موحدة بينكما. لأول مرة ربما نستمع إليكما وأنتما يعني تشتركان في أداء أغنية واحدة. ممكن على كل حال. سي إدريس أول مرة نتلاقى معه وتعرفت عليه في هذه المسابقة. صافي بليزير، يعني شخصية ما شاء الله، وسمعت له كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما شاء الله. صافي بليزير كي لو فات انه نعزف معه نوطه واحده فقط، هذا شرف كبير. تفضل. شرف لنا ثاني. بارك فيك. الله يحفظك. الاغنيه اللي اخترتوها وش هي الاغنيه اللي اخترتوها؟ تاع
أمان عزمان للفنان بوجمع العنقيس الله يرحمه. رحمة الله عزيزي. كلمة محبوباتي. نعم. صافر باتي، محمد صافر باتي، مدعو محمد باتي. مان على الزمان متى يوعد ويدور، متى يوعد ويدور. علاش اللي بلاش ديما باقي معقور، علاش اللي بلاش ديما باقي معقور. داوي الطبيب عالج ليا الجراح، عالج ليا الجراح. كيف يجي داك الحبيب نقبلو بالفرح، كيف يجي داك الحبيب نقبلو بالفرح. عيني عيني من بكات مقعدو لها دمعات، مقعدو لها دمعات. عيني عيني على اللغات راحت ما ولات، عيني عيني على اللغات اللي راحت ما ولات. شوروا عليا 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 عليا، شاني بزيادة شاني بزيادة. يخربوا وزوروا ما خافوا من الله، خربوا زوروا ما خافوا من الله، ما خافوا من الله. جملوا العيوب قاسوا، جملوا العيوب قاسوا، جملوا العيوب قاسوا. عشاني بزيادة عشاني بزيادة. يا ناس وين حقي وين نلقاه، يا ناس وين حقي وين نلقاه، وين نلقاه، وين نلقاه، وين نلقاه. ما عطاتلوش ليام يمشي يا لا، مازالو لا غرام يمشي يا لا. عطاتلوك ليام وانا صدت عليا، عطاتلك ليام وانا صدت عليا. ما عطاتلوش ليام يمشي يا لالا، مازالو لا غرام يمشي يا لالا. عطاتلك ليام وانا صدت عليا، عطاتلك ليام وانا صدت عليا. نمشي نرقد وننام، خليك تعيش انتي عيش انتي وخلينا نموت، عيش انتي وخلينا نموت. ياك بحر علينا عيش انتي، عيش انتي، عيش انتي، عيش انتي، عيش انتي وخلينا نموت. بحر علينا. الله، على حسب أنا استمتعت يعني. صحيح. هكذا تكون الهوية الجزائرية وهكذا نحافظ على تراثنا. مشاهدينا الكرام، يعني أنا اليوم متأسف أني راح نختم هذا العدد من برنامج هوية، لأنه استمتعت حقا، استمتعت كإلقاء قصيدة وكذلك كأداء أغنية. أشكركم جزيل الشكر على حضوركم اليوم، الشاعر محمد لمين سليماني وكذلك الفنان إدريس ترعى وكذلك محمد لمين كراك. طبعا موضوع هذا العدد كان أغنية الشعبي إرث ثقافي واستمرارية. أجدد شكري لك سليماني مرة أخرى، وسعيد بحضورك معنا اليوم. لك الكلمة الختامية.
نشكركم على حسن الاستضافة. وكما نقولوا كانت الوقت ما داهمناش قصير بالخف، كانت شيقة معكم. نعم. وكما نقولوا يعطيكم الصحة على هذه الاستضافة. وإن شاء الله ان شاء الله في اعداد اخرى وفي نشاطات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله في نلتقي نشاطات على اخرى ونبلغوا الناس لامنا، خاصة نعاودوا لهم نحيوا لهم معنا ومتابعينا في هذه الامسية فرقة المحروسة كيما راهم. كل التحيه نقولوا لهم كاع التحية، وان شاء الله راهم معنا ان شاء الله. كنا ماذا بينا يكونوا معنا ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله باذن الله. قناه شبابيه راح يكونوا حاضرين. وثاني نبلغ تحية سلامي ابن الراحل الفنان الكبير محمد الباجلي ورضوان الباجي، تحيه نبلغ له تحية وعاوني بزاف. هو ثاني شغل كيما نقولوا كان صداقة كبيرة، معرفة قديمة. نبلغوا له ثاني ليه والوالدة ان شاء الله، نقول لهم كل التحيه لكل الاسماء كل التي فنان ان شاء الله ذكرتها ان شاء الله، ونتمنى لك وثاني التوفيق. الفرقة تاع نعم. فرقة تاع قناة شبابية نشكرهم ثاني ونحييهم كاع على تقنيه. كل الشكر لك على حضورك وعلى هذا على ايضا على القصائد الجميله التي القيتها، وعلى القصائد الاخرى ان شاء الله التي ستكون يعني تعاون بينك وبين محمد كوراك وكذلك ادريس ترعى. اشكرك جزيل الشكر، كما اشكر ايضا الفنان محمد لمين كوراك على حضورك معنا اليوم وعلى امتاعنا بالمقاطع التي اديتها رفقه ادريس ترعى. بارك الله فيكم. على كل حال الاخ ايمن نشكره ثاني انت على الدعوه، ونشكر اسره قناه الشبابيه على الاستضافه، ونقولوا انه هذه المنابر الاعلاميه وهذه المسابقات وهذه المهرجانات ان شاء الله تتواصل، وان شاء الله يعني هي المنفذ الوحيد لهذا الفنان او الشباب الصاعد هذا، ما عندوش منفذ اخر. وبالتالي نتمنى تكون فيه استمراريه، ونقولوا بالتوفيق المترشحين اللي تاهلوا للنهائي، وربي يوفقهم ان شاء الله ويستمروا في العمل هذا، ونتلاقاو ان شاء الله في مناسبات اخرى ان شاء الله. سنلتقي في مناسبات اخرى. طبعا القناه الشبابيه ابوابها مفتوحه دائما لكل الشباب الجزائري في شتى المجالات، وخاصه فيما يتعلق بالحفاظ على الهويه والتراث الجزائري. اشكرك جزيل الشكر ايضا استاذ ادريس ترعى على حضورك وعلى امتاعنا بهذا الاداء الجميل والصوت البهي. ولكم الشكر ثاني ثم ايضا، ونشكركم ثاني على حسن الاستضافه، ونشكر المشاهدين تاعنا، ونوجه تحيه للعائله وكاع الاصدقاء يعني. وان شاء الله ثاني نتمنى التوفيق للمترشحين اللي في الدور النهائي، وان شاء الله تكون روح منافسه قويه ان شاء الله. ان شاء الله، وهذا هو احنا ان شاء الله يا رب. طبعا على مده ساعه استمتعنا بهذا القصائد وبهذا الاداء الجميل حول موضوع اغنيه الشعبي ارث ثقافي واستمراريه. كما اشكركم ايضا مشاهدينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، على امل ان نلتقي في الاسبوع المقبل. في امان الله.